السلام عليكم، يعطيكم العافية. طبق اليوم سويت تشيز كيك أوريو مع الكيك، جدا لذيذ وسهل تبارك الرحمن. عندي كيك بوند كيك جاهز، أخذت ربع الباكيت، وعندي 4 باكيتات من الأوريو. هلأ بطحنهم مع بعض. بقطع الكيك بهاي الطريقة أول، وراح أقطع الأوريو وبضيفهم مع بعض. بهاي الطريقة قطعت الأوريو، بضيفهم مع بعض وبطحنهم. بعد ما أطحنهم راح أضيف عليهم نص قالب زبدة، وبرجع بطحنهم ليتماسك معاي الكيك والأوريو مع الزبدة. بهاي الطريقة راح يكون. عندي هاي القوالب صغيرة، ممكن تستخدموا قالب واحد كبير للتشيز كيك. دهن الأطراف بالزبدة وثبتت ورق الزبدة على الأطراف. هلأ بوزع الكيك والأوريو بالتساوي. اللهم ديمها علينا نعمة واحفظها من الزوال وعليكم، ولا يحرمها لحدا وطعم يكون محروم وجوعان، اللهم آمين. هلأ بضغط على الكيك والأوريو، لازم نضغط كويس بهاي الطريقة، وراح اخليهم بالفريزر لاعمل الكريم الكراميل مع القشطة. هيك راح يكون عندي كاس كبير من الحليب، وعندي ملعقة ونص كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة مليانة من النشا، وعلبة قشطة، وظرف واحد راح اضيف كريم كراميل. بحركهم على البارد، بعدين برفع الجدر على النار بس ليتماسك معاي الكريم الكراميل والقشطة مع بعض. ما بدي يغلى المكون، بس بدي اياه يتماسك مع بعض، وراح ارفع الجدر عن النار. هون تماسك معي بهيك راح يكون المنظر. هلا راح اضيف الكريم الكراميل والقشطة على الكيك والاوريو بهاي الطريقة. بضيف الكريم الكراميل والقشطة. عند التقديم راح ازين بسائل الكريم الكراميل اللي هو السكر. هلا عندي اوريو انا طاحنته ناعم، بضيف الاوريو بهاي الطريقة، وراح اخليهم بالثلاجة من 4 إلى 5 ساعات. بهاي الطريقة سهل وجدا لذيذ وخفيف، وبالعافية علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.